السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحيحه لاباس؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وباحوال طيبه ان شاء الله. اليوم نشارك معكم كيك يومي بنكهات ديال الفريز. شي حاجه اللي تجي زوينه زوينه، تجي مفشفشه لذيذه بمذاق مميز. دابا خليكم مع الفيديو حتى الاخر وفرجه ممتعه. بسم الله على بركه الله. في اناء تندير رشه ديال الملح، تنضيف ليها 3 ديال البيضات اللي يكونوا بدرجة حرارة المطبخ. من بعد تنضيف كاس الا ربع ديال السكر سنيده، ما تنعمروش الكاس، وتنخلطوا العناصر كاملهم مزيان حتى تيتخلط لنا داك البيض مزيان مع السكر سنيده. انا استعملت غير الخلاط اليدوي، يمكن لكم تستعملوا الخلاط الكهربائي، تيبقى اختياري ليكم. دابا غادي نضيف الزيت، كاس الا ربع ديال الزيت، نفس الكميه ديال السكر سنيده هي نفسها ديال الزيت، وتنخلط العناصر كاملهم مزيان. من بعد تنضيف واحد الياغورت طبيعي بدون سكر، ديما متوفرش عندها يمكن لا تستعمل كاس ديال الحليب تضيف ليه واحد المعلقه ديال الخل وتحركوا وتضيفوا الخليط، وتنخلط العناصر كاملهم مزيان. من بعد تنضيف واحد الساشي ديال الفاني، بحال الطريقه ديال الكيكه العاديه، غير هاد الكيكه هادي غادي نضيف ليها واحد الاضافه اللي غادي تعطيها واحد المذاق مميز. دابا غادي نبدا نضيف الدقيق بشوي بشوي. انا ضفت الكاس الاول، وعندي هنايا 2 خمارات حمر ما يعادل 2 معالق صغار ديال الخميره الكيماويه، وتنخلط العناصر كاملهم مزيان. بالنسبه للخليط ديالي انا ضفت الكاس الثاني ديال الدقيق، وتنبداو نحركو، تنبداو نشكلو هكا رقم 8 حتى تنشوفوا بان العجين ديالنا القوام ديالها هاد تيجي على هاد الشكل هذا. عندي هنايا المول، انا استعملت هاد المول هذا ديال الساقطه، دهنته بالزبده ورشيته بالدقيق ودخلته شويه للثلاجه على ما برد. غادي نكب فيه نصف الخليط وتنحتفظ بالنصف الاخر. عندي هنايا المربى ديال الفريز، وتنبداو ناخذ شويه وتنبداو نوضعوه فوق العجين بهذه الطريقه، بطريقه عشوائيه. تنبداو نحطوا هذوك كميه هكا ديال المربى. تجي هاد الكيكه هذه غزاله، المذاق ديالها تيجي زوين، ملي تناكلوها تنحسوا بداك المذاق ديال الفريز، تجي زوينه. وتنبقى بهذه الطريقه هذه حتى تنبدا نوزع هذيك الكميه ديال المربى فوق من العجين. ودابا غادي نضيف الكميه، نصف الكميه ديال العجين اللي تبقات ليا، غادي نضيفها. ومن فوق منها، فوق الطبقه الثانيه ديال العجين، غادي نضيف كذلك المربى ديال الفريز بنفس الطريقه اللي درت في الاول. في الطبقه الاولى غنديرها حتى من الفوق، وتناخذ واحد الكوردون وتنبداو نحركو بهذه الطريقه هذه. تنخلطوا هذاك الكونفيتور مع العجين هاد الطريقه حتى تنتاكدوا بانها تخلطت لنا مزيان. تندخلوها للفران لمده 45 دقيقه على نار مهيله. وهذا هو الشكل النهائي ديال الكيكه من بعد ما طاب. تنخليوها حتى تتبرد، تشد راه ساعه، تنحيدوها من المول وتجي على هذا الشكل هذا. كما تتشوفوا راه تجي رطبه ومفشفشه وهشيشه شيشه بزاف، والمذاق ديالها رائع. حتى تاكلوها وتحسوا بداك المذاق ديال الفريز، شي حاجه اللي زوينه
وكما تتشوفوا هنا قطعت لكم واحد الطريف وراه تيبان هذاك الفريز اللي درنا من الداخل. نتمنى ان شاء الله الاقتراح ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم. ما بقى لي الا نقول لكم الى اللقاء الى فيديو اخر ان شاء الله. السلام عليكم.